السلام عليكم. خلاص نقدر نقول منتخب مصر في كاس العالم، بس ده بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للفيفا انت رسميا لسه ما صعدتش. بس الماتش الجاي انت عندك جيبوتي، وعلى الورق ماتش سهل بإذن الله بالنسبة لك. اسم علاء محمد، ويلا بينا نبدأ. قبل ما اتكلم على الماتش انا ليا تعقيب على التشكيل. اولا كان لازم وجود مصطفى محمد، وده مش كلام تقليدي، لا، منتخب بوركينا عنده مشكلة في الحتة الدفاعية، وخاصة الكرات الثابتة والعرضيات والكور العالية. وهنا انت محتاج مهاجم فت بيعرف يلعب براسه ورجله وكمان قوي، ودي المواصفات اللي موجودة عند مصطفى محمد. زائد ان مصطفى محمد ما شاء الله عنده طاقة كبيرة كفيلة انها تهد اي دفاع، والحتة دي نقدر نستغلها في اللي جاي من تحت زي تريزيجيه ومحمد صلاح. وده اللي هيخلينا نروح للاعب التاني اللي كان لازم وجوده في التشكيل الاساسي، وهو زيزو. زيزو اكتر لاعب بيعرف يلعب كور ثابته وعرضيات مثاليه. زيزو ما شاء الله سريع جدا، وانت خاصه في الماتش ده كنت بتلعب على الارتداد الهجومي. اللاعب الثالث من رأيي هو حسام عبد المجيد. زي ما قلنا من شوية، نقطة ضعف بوركينا هي دفاعهم في الكرات الثابتة والعرضيات. الكرات الثابتة والعرضيات دي هي برضو نقطة قوتهم، وانت اصلا عندك مشكلة في الحتة دي، فانت محتاج مدافع قوي وطويل القامة وبيعرف يلعب براسه بشكل كويس، وحسام عبد المجيد عنده كل المقومات دي. كمان حسام مدافع هايل في 1-على-1. وكلامي هنا بخصوص حسام مش علشان خاطر الماتش ده وبس، لا، علشان كمان المرحلة اللي جاية. بالنسبة للماتش، شوط اول كان كويس وكنا بنلعب بروح كبيره قوي، وخرجنا بتعادل في مصلحتنا. اي نعم ما كانش فيه هجمه خطره، او بمعنى اصح ما كانش لينا شكل هجومي، وده طبعا بسبب الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه. الشوط التاني نزلنا بنفس التشكيل وكان افضل شويه من الشوط الاول، وبرضه مع التحفظات الدفاعيه. وندل على شيء يدل ان كابتن حسام كان مبسوط بالتعادل، بس انا شايف ان الفوز كان في ايدينا. منتخب بوركينا ما يخوفش خالص، اي نعم هو بيلعب في ارضه في وسط جمهوره، ولو كان في شويه جرأة بس كنا خرجنا بالثلاث نقط. وانا علشان كده مستغرب جدا ان كابتن حسام اتأخر جدا في التغييرات. كان لازم نزول زيزو في بداية الشوط الثاني مكان احمد عيد، وده مش تقليل من احمد عيد، ولكن كان واضح قوي ضغط الماتش على احمد عيد. زي ما قلنا لعيبة المنتخب كلها كانت بتلعب بروح وعملوا ماتش قوي جدا، بس تريزيجيه ومحمد هاني ومروان عطية، وبالاخص مروان عطية اللي جاي بعد 3 شهور ما لعبش فيهم اي ماتش، عملوا اداء عظيم جدا. في الاخر تعادل زي ما بيقولوا كده بطعم الفوز، وكابتن حسام خلاص عمل الخطوة الاولى وهي الصعود لكاس العالم. الفترة الجاية لازم تكون ليها خطة مختلفة علشان تناسب قوة وقيمة منتخب مصر. ده كان فيديو النهاردة. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعي لاخواننا في فلسطين. صلى على حبيبك النبي. سلام.